السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. النهاردة معايا دول 350 جرام لحمة مفرومة. النهاردة بقول لكم بالوزن عشان ما بقاش بقول لكوش بالظبط، يعني برضو يعني معناه ان هو مش ولا نص كيلو ولا ربع كيلو، اكتر من الربع واقل من النص. هعمل بيه ايه؟ هعمل بيه كفتة داوود باشا، بس اعملها بطريقة تانية كده مختلفة شوية عشان هتشوفوا معايا في بقية الفيديو. فرمت هنا، جبت بصلتين وقرنين فلفل وفرمتهم فرم ناعم، وخدت جزء من البصل قسمته وحطيته في الصينية دي وركنته على جنب زي ما وريته لحضراتكم دلوقتي. وبعد كده بقية البصل سبته في الكبة، واحط اللحمة المفرومة مع البصل وافرمهم تاني فرمة كده لحد ما احس ان هما كلهم اندمجوا مع بعض ومبقتش باينه اللحمه المفرومه من البصل. وبعد كده هطلعهم بقى وافضيهم في البوله اللي قدام حضراتكم دي. وبعد كده هحط توابلي العاديه اللي احنا متعودين عليها، اللي هي طبعا 7 بهارات. وعندي بهارات لحمه حطيت منها برضو شويه، وحطيت شويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه توم باودر وشويه بصل باودر وشويه بابريكا. وطبعا ملح طبعا ما كترتش عشان خاطر ايه، كده كده الكفتة لسه هتتحط في حاجة تانية، فانا مش عايزاها تبقى حادقة بس. وهدمج بقى ده كله مع بعض. وبعد ما ادمجها جبت هنا، لما صلى على النبي، معلقة نشا و بتاع ده نص باكو نص معلقة بيكنج باودر او معلقة شاي. يعني انا عملت بالمعلقة الاكل حبة كده على حرف المعلقة، يجوا نص يعني معلقة شاي، فيما يعادل معلقة شاي. وطبعا كنت هنسى الكزبرة، انا بحب احط عليها كزبرة. اللي حابب يحط بقدونس براحته، بس انا بحب طعم الكزبرة اكتر من البقدونس، الكزبرة الخضراء. فرمتها برضو في الكبة وحطيتها دمجتها مع ايه، مع اللحمة المفرومة. بعد كده جبت الطبق ده فيه شوية زيت، عوزت ايديا بس منه حاجة بسيطة عشان ما تلزقش في ايديا وانا بكورها. وبعد كده حطيتها في الصينيه دي. اسفه طبعا ان انا كنت مفكره ان الصينيه باينه قدام حضراتكم، بس ما خدتش بالي والله. هنا بقى هعمل اللحمه كلها عندي الكور بالطريقه ديت اهي كده زي ما حضراتكم شايفين اهي. بسم الله ما شاء الله، 350 جرام يعتبروا برضو عملوا معانا كميه مش شويه. يعني برضو بنحاول نقتصد، والحمد لله الحمد لله. انا شايفه ان احنا بننجح، او انا بنجح في ان انا اوصل لكم معلومه ان احنا بنقلل امكانياته باقل مثلا كميه لحمه مفرومه موجوده عندنا في البيت، بنعمل اكله ممكن بتكفي 4 أو 5 أفراد كمان، بألف هنا وشفا يا رب. هنا بقى حطيت الطاسة بتاعتي وحطيت فيها شوية زيت، سبتها تسخن بشوية الزيت الصغيرين دول. وبعد كده هحط الكفتة، هرص الكفتة بتاعتي. أنا عايزة الكفتة بتاعتي تاخد صدمة. يعني إيه صدمة؟ يعني أخليها تاخد وش من الناحية الأولانية، وبعد كده لما تاخد وش من الناحية الأولانية أقوم قلبها على الناحية التانية، تبقى خدت كده إيه، صدمة او شبه اتحمرت من الجنبين بس. وبعد كده ايه زي ما انتوا حضراتكم شايفين اهي، هي خدت لون اهي، خدت لون محمر اهي او اتحمرت من الجنب الاولاني، فبقلبها واديها لون من الايه، من الجنب التاني. طبعا بتعامل معاها يعني بشويش عشان خاطر، بس هي الحمد لله الحمد لله الف حمد وشكر، هي ما فكتش معايا ولا حاجه. ليه؟ لان انا حطيت لها النشا مع دمجتي ليها كمان في الكبة مع البصل، وفرمتها فرمة كمان. فكل ده بيساعدها على انها تبقى متماسكة وما تفكش معايا، وهي الحمد لله مفكتش معايا. وهتشوفوا من هنا لحد اخر الفيديو كان شكلها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، كانت تحفة. هنا بقى طلعت اول طاسة كده بعد ما خلاص خدت وشين من الجنبين. وبعد كده ايه، هرجع اعمل كمل ايه بقية الكمية معايا، هحطها برضو في نفس الطاسة، بس مش هحط ايه مادة دهنية تاني. بس طبعا يعني دي غلطة انا عملتها، هي مش غلطة بس يعني انا ممكن او اكون نسيت اعملها. نحاول نطلع البواقي اللي من الطبقة الاولانية او من الطاسة الاولانية، ونعمل في الطبقة في المرة التانية نفس اللي احنا عملناه في المرة الاولانية، ونقلبها ونخليها تاخد وش من ناحيتين وبعد كده نطلعها. هنا انا كنت خلاص طلعتها وركنتها على جنب. هنا كان عندي ايه فضلة خير ربنا 3 كوسات،
هقطعهم ايه، هقطعهم زي ما حضراتكم شايفين كده مكعبات، ولا كبيرة ولا صغيرة. وكان عندي بطاطستين برضو قطعتهم بنفس الطريقة مكعبات. وبعد كده حطيتهم فين، حطيتهم في البصل والصلصة اللي انا دمجتهم مع بعض. طبعا انا زي حضراتكم شايفين البسلة دي متفرزة بطماطم يعني بصلصة. فانا بصراحة بعد ما شوحت البصل بتاعي اللي انا ركنته في الصينية على جنب، رحت جاية عملت فيه ايه بعد ما شوحته، ضفت معلقتين صلصة معلبة، لان انا عارفة ان البسلة بتاعتي فيها طماطم، فمش عايزة احط طماطم او اعصر طماطم تاني واحطها. فاستكفيت بمعلقتين الصلصة المعلبة اللي انا حطيتهم في الاول مع البصل. وبعد كده ضفت البطاطس والجزر. وكان عندي بصل وجزر وكوسة، قطعتهم وضفتهم. وبعد كده ضفت ايه، ضفت اللهم صل على النبي البسلة. حطيت هنا معلقة توم، وهنا قطعت برضه قرن في المكعبات بس مش حامي، كان بارد. قطعته برضه وضفته فين، على بقية الخضار اللي موجود قدام حضراتكم. هنا بقى سبته يغلي غلوة كده زي ما حضراتكم شايفين. وهنا كان عندي شوربة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بعملها ازاي. عملت شوربة. وبعد كده جبت القلقاس بتاعي عشان انا عندي واحد في ولادي مش بياكل الاكله اللي انا يعتبر التورلي اللي انا عاملاه ده، فطبعا لازم اعمل له اكله تانية. فقلت ايه، هو بيحب القلقاس فعملت له قلقاس. وهنا طبعا جيت ادوق الحدق بتاع الخضار بتاعي، لقيته ناقص ملح، فرحت جاي حطيت الملح وقلبته. وادي الكفته بتاعتي اهي بعد ما كلها اتشوحت على النار واديتها صدمة. بصوا زي الفل، مفيش ولا اي حاجة فيها متفككة ولا فيها اي حاجة. اخد بقى عندي الخضار بتاعي بعد ما غلي غلوتين على البوتاجاز كده، وهضيف ايه، اضيفه بقى على الكفتة بتاعتي. لو انا عملتها كنت كفتة داوود باشا دي، لو انا عملتها بصلصة بس لوحدها ما كانش حد في الولاد هيرضى ياكلها. لكن انا عارفة الحاجة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده اللي بتعجب الولاد، فعملتها بالطريقة اللي ايه، اللي هتعجب ولادي بيها. هنا طبعا كانت عايزة شوية مية عشان تكمل سويها، فغليت لها مية في الكتل وضفتهم عليها. بعد كده طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، ودخلتها الفرن قبليها يعني انا كنت مشغلاه قبليها ب10 دقايق. وبعد كده دخلتها تكمل سواها براحتها. انا يا جماعة بحب اي حاجة طالما عملتها زي طاجن، بحب ادخلها الفرن. لازم ريحة الفرن بتبقى بتدي الاكلة ريحة مميزة وريحة مختلفة شوية عن لو انا عاملاها فوق البوتاجاز. وهنا طبعا جبت السلق بتاعي والكزبرة برضو وفرمتهم في الكبة مع شوية توم وحمرتهم. هي دي الطريقة اللي انا بعمل بيها القلقاس، وبحمرهم على النار. وبعد كده زي بعملهم زي تقلية كده زي بتاعة الملوخية بس مع اختلاف المكونات. وضفتهم على القلقاس وكده خلاص القلقاس استوى وطفيت عليه. بعد كده بقى جبت شوية شعرية وشوية زيت وحتة سمنة وحمرتهم مع الشعرية. ولما الشعرية خدت اللون اللي انا حباه اللي هو اللون الذهبي الجميل ده، ضفت المية وحط لها بقى شوية ملح وبس. وبعد كده لما تغلي المية بتاعتي اقوم جايه ضايفه ايه، ضايفه رز انا بغسله رز مصري عادي، بغسله وبنقعه شويه بتاع 10 دقايق. وبعد كده بص بقى صينيه التورلي يعتبر بالكفته طلعت تحفه تحفه تحفه، والريحه كانت تجنن والله، بألف هنا وشفا، بسم الله ما شاء الله يعني. وهنا بقى الميه بتاعت الرز غليت وصفيت الميه عن الرز اللي انا كنت نقعاه فيه. وبعد كده بضيفه اهو زي ما حضراتكم شايفين. بص دي كميه الميه المناسبه للرز عشان ولا يطلع معجن ولا يطلع ناشف محتاج ميه. وهنا خلاص الرز خلاص كان وطيت عليه واتشرب واتلدن واستوى بقى زي الفل. بصوا رز مفرفر ازاي، الرز بيبقى زي بسم الله ما شاء الله زي اللولي، وانا بغرفه في قلب الطبق والله العظيم زي اللولي بسم الله ما شاء الله يعني. نوعية الشعرية حلوة ونوعية الرز حلوة، فبتدي في الاخر كمان والرز والمية بتبقى مظبوطة، فبتبقى الحاجة طالعة في منتهى الجمال. بصوا هنا القلقاس بقول لكم، بصوا القلقاس مستوي ودايب زي الزبدة والله العظيم، دايب زي الزبدة، تحفة 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 تحفة. ما خدش كمية سوا ولا حاجة. ليه؟ لان انا جايباه من حد يعني كويس، يعني بيبيع الحاجة المضمونة اللي هي الفلاحي اللي ما تغيبش في السوا، وكنت مفرزاه وشايلاه في الفريزر، ولما بحتاج بقى كيسة
والاقي نفسي مزنوقه بطلع كيس. بصوا هنا الكفته، بقول لحضراتكم بصوا سواها ولا فكت ولا جرى لها اي حاجه، تحفه الطعم والريحه كانوا يجننوا. واتمنى يا رب ان غدايا النهارده او اكلتي النهارده تعجبكم وتنور رضاكم وتكون فكره كويسه واقتصاديه، واشوفكم بكره في فيديو جديد، مع الف سلامه.